الترجي النهارده بيلعب على 3 حاجات قدام النادي الاهلي. اول حاجه بيلعب على الكرات الطويله في عمق دفاع النادي الاهلي، وطبعا التعامل المميز جدا من ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اللي تقريبا قطعوا كل الكرات الطويله اللي في عمق دفاع النادي الاهلي، حجمت من خطوره الترجي بشكل كبير جدا في المباراه. الطريقه الثانيه اللي بيلعب عليها الترجي النهارده قدام النادي الاهلي، او الكره الثانيه اللي بيلعب عليها الترجي النهارده قدام النادي الاهلي، هو اللعب بين الخطوط باستخدام مهاجم الترجي اللي هو بن حموده، ان هو بيسقط وبيسيب ال 18 وبياخد خطوتين قدام بين خطوط النادي الاهلي عشان يستلم، عشان يفرغ مساحه في قلب دفاع النادي الاهلي، يبدا الاطراف بتاعه الترجي يستغلوها. ودوت اللي كان عارفه كولر بشكل كويس جدا، وكان مدي تعليمات لياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ان بن حموده اول ما ينزل وياخد خطوتين بين خطوط النادي الاهلي تكمل معاه وتكمل في ظهره وتضغط عليه عشان ما تدروش فرصه ان هو يستلم براحته ويلف بوشه ويجي بوشه قدام دفاع النادي الاهلي، ودوت كان هيسبب مشاكل كبيره جدا في خط دفاع النادي الاهلي. فالكره الثالثه اللي بيلعب عليها فرقه الترجي طبعا الكرات الثابته، والكرات الثابته دي اهم عنصر واخطر حاجه عند فرقه الترجي، مميزين جدا في الكرات الثابته، ودوت اللي اتكلمنا عليه امبارح في فيديو الكرات الثابته والكرات الخطر لفرقه الترجي، وازاي بيستغل الترجي توجاي في الكرات الثابته سواء كورنر ولا فاول على طريق الاطراف. والحمد لله الترجي النهارده جاله كورتين خطر بس من الكرات الثابته، واحده في الشوط الاول توجاي طبعا جت جنب القائم الشمال الحمد لله، والثانيه في الشوط الثاني بردك توجاي، والشناوي الحمد لله تعامل معاها بشكل كويس جدا.